السلام عليكم، يا صباح الخير، يا صباح الفل، يا صباح الهنا، يا صباح الدلع، يا صباح كل حاجة حلوة. حبكم كتير كتير. هعمل معاكم روتين بقى النهاردة كده وهنشجع بعض، والجو ايه برد برد كده تلج. فلازم بقى ايه اقوم اروق المطبخ كده واطبخ للعيال قبل ما امشي اروح الشغل. بقوم طبعا يومي بيبدأ من بدري. قلت الاول ايه اول حاجة هعملها بقى على ما العيال يكونوا فوقوا كده، يعني عملت لهم شاي بلبن علشان يفوقوا كده ويفوقوا، على ما كنا انا عملت لهم الاكل وجهزت لهم الفطار يعني وكده وروقت المطبخ. المهم المية بتقطع عندنا كل يوم، مش عارفة ايه قصة المية دي والله. المهم بقى ايه همسك بقى المطبخ كله اروقه كده واشطبه، وبعدين نعمل بقى الاكل مع بعض، هنشوف هنعمل مع بعض ايه. واليوم بقى بتاعي بيبدأ من هنا بقى الصبح، ان انا بروق الشقة وبشطب المطبخ وبطبخ للعيال، وبعدين اروح الشغل بقى. وانت عارفين الروتين بتاعي بقى بتاع الشغل يا ولاد يا حلوين انت يا مدلعين. بحبكم كتير كتير، بحبكم كتير. احلى عيلة في الدنيا واحلى اخوات والله. ومعلش على تقصيري في الفيديوهات واللايفات اليومين دول. شجعوني بس في التعليقات كده واكتبوا لي تعليقات كتير علشان ان انا اطلع لكم لايف بقى كل يوم كده وتشجعوني، وعلشان القناة كمان تنشط معايا، عشان انا اليومين دول والله ما في وقت يا ولاد حتى ان انا اعمل فيديوهات. آه، بصوا استاذ انا والله العظيم في المطبخ، في ثانيه في ثانيه كده بتكون كل المواعين مغسوله زي ما انتوا طبعا عارفين ومتعودين معايا. انا بعمل لفه، عامله لفه للطباق والكوبايات والمعالق. واللي هو السلك الناعم بقى للحل الالومنيوم يعني وكده. آه، ربنا يخليهم ويحموهم يا رب. ولادي هم واخدين على السهر، طالعين كده بيحبوا الروقان والسهر زي امهم. بيقعدوا بقى يعملوا اكل بالليل، وكل اللي بياكل في حاجه يحطها لي في الحوض، اقوم بقى الاقي الحوض زي ما انتوا شايفين كده. فهسيبه بقى كده وامشي اروح لا، لازم اروق المطبخ قبل ما امشي كده، عشان احس ان انا ايه قضيت كده اللي عليا، وحسيت كده ان انا رايقه يعني وكده. ربنا يروق لي حالي يا رب، ويروق لكم حالكم. حبكم كتير كتير يا احلى عيله في الدنيا واحلى اخوات. انا عايزاكم بقى كلكم تدعوا لي يا اولاد في التعليقات والله. بصوا انا محتاجه دعائكم اول يومين دول بجد والله. إيه، محتاجه دعائكم، وربنا يا رب يخليكم ليا، وانتوا احلى اخوات في الدنيا كلها، وبحبكم كتير كتير كتير. البت سوسو هي اللي واقفه بتصورني يا اولاد. بصوا معلش بقى في التصوير بتاعها. المهم بقى إيه هي الدنيا كده، الدنيا يوم حلو ويوم مرة. ما احنا مش هنعيش الأيام كلها حلوة، ومش هنعيش الأيام كلها مرة أو مش حلوة. فهي الأيام يوم كده ويوم كده، يوم ليك ويوم عليك زي ما بيقولوا. بس الحمد لله مادام القلب نضيف والنية طيبة، أيامنا كلها هتبقى حلوة وتبقى سعادة. وربنا يبعد عننا الناس الوحشة المؤذية يا رب العالمين. والناس الوحشة اللي بصلنا في حياتنا ربنا يبعدهم عننا يا رب ويلهيهم في حالهم. بجد والله. بصوا يعني حاجة بجد صعبة أوي اما تكونوا انتوا اصلا جيتوا مكان انتوا مش بتنتموا ليه، او انتوا مش منه، او مهما عملتوا يعني مهما تعملوا كأنكم بتعملوا وبترموا في البحر فعلا زي ما المثل بيقول. فبجد دي حاجة صعبة أوي، حاجة وحشة أوي. لولا ما احنا طيبين ونيتنا طيبة ما كناش احنا كملنا ووصلنا للي احنا فيه. بس الحمد لله الحمد لله، اللي بيعمل حاجة حلوة بتقعد له، واللي بيعمل حاجة وحشة بتقعد له والله صدقوني. الدنيا دوارة، وربنا مش بيسيب حق حد. اللي قهر حد وبيته كده دمعته على خده في يوم، ربنا الأيام هتلف وهتدور، وربنا هيدوقه من نفس الكاس زي ما بيقولوا والله. واحنا في الاول وفي الاخر مش ما نتمناش اي حاجة وحشة لحد والله. يعني بصوا احنا بننسى الوحش وبنفتكرش بس الا الحلو، عشان كده احنا احنا مكملين. فربنا يخللنا اهالينا ويخللنا حبايبنا يا رب، ويديهم الصحة كده. وخليكي ليا يا ماما، ما نحرم منك ابدا ولا من دعائك ليا. انا عايشة اصلا ببركة دعائنا والله. امي الست الجدعة الطيبة اللي مفيش بقى زيها في الدنيا. بصوا انتوا تقعدوا مع ماما كده تنسوا الدنيا واللي فيها، تحسوا ان الدنيا دي كلها خير وحب كده وتفاؤل، وتحسوا ان الدنيا بخير فعلا بجد. فالناس الحلوة الجميلة دي مش هتتعوض، واحنا لو خسرناها مش هنقدر نعوضها تاني. إيه،
بس في ناس بتبقى بتعمل الوحش وماهيش واخده بالها ان هي بتعمل الوحش وفاهمه ان هي كده صح، وفي ناس بتبقى عارفه ان هي بتعمل الوحش ومع ذلك بتستمر فيه وفاهمه ان هي وعارفه ان هي بتعمل حاجه تزعل بها حد. تمام، بس وفاهمة ان كده بقى هي كده قوية او هي كده جدعانة او دي قوة. لا، فكما تدين تدان. صفوا نيتكم وحبوا بعض من قلبكم، والله يا ولاد محد هياخد من الدنيا حاجة. وكل واحد فينا عنده همومه وعنده مشاكله وعنده نقطة ضعفه، فبلاش نأذي بعض وبلاش نحمل بعض فوق من طاقتنا، علشان بجد آه، مش هنفضل يعني نستحمل كتير، مش هنفضل نستحمل كتير. ف... ف... فاللي شايفك وحش هيفضل طول عمره شايفك وحش. ما تحاولش ان انت تجمل نفسك قدامه، لان مهما تعمله هو مش هيرضي منك اي حاجة، لانه هو اساسا مش بيحبك و... وشايفك وحش. واللي اعمل اللي يملى عليك بيه ضميرك وبس، واللي يسعدك انت بس. ف... واللي شايفك حلوة هيفضل شايفك حلوة، حتى لو عملت فيه من وحش ايه هيلتمس لك الاعذار وهيفضل يحبك طول ما هو عايش. فبصوا على رأي ماما، الحنية ما بتتشراش. الحنية الحاجة الوحيدة اللي ما بتتشراش. مش هتروحي تقولوا لحد حبني او ابقى حنين في حقي، لا، دي الحاجة الوحيدة اللي مش بتتباع ولا بتتشرى. فاللي بيحب حد هيفضل طول عمره يحبه حتى لو شاف منه وحش ايه. واللي بيكره حد عمره في حياته ما هيحبه، حتى لو فرش له الارض ورد زي ما بيقولوا وقال له امشي عليها. ف بس فربنا يدي كل واحد على قد نيته يا رب. ربنا يدينا الصحة، وربنا يحبب فينا خلقه كمان وكمان. ما احنا مش كل الناس هتحبنا ومش كل الناس هتكرهنا. آه، طبعا بقى اللبن انا غاليه من بالليل، واللبن بتاعي كالعاده بيفور مني على البوتاجاز. فانا لازم بصوا البوتاجاز ده بعمله جوه كانه عيل من عيالي بالظبط. لازم كده ايه اغسله كده وادي الغسله نضيفه واظبطه قبل ما امشي اروح الشغل. بصوا يبقى فله كده شمعه منوره، اكون واقفه كده وشايفه وشي فيه. آه، انا بحب احافظ على حاجتي وبحب حاجتي يا ولاد، عشان انا بحب نفسي وبحب ادلعها. فمش بحب اهين اي حاجه ليا خالص. وبعدين الدنيا غاليه والدنيا صعبه، احنا لازم نحافظ على الحاجه، علشان الحاجه اللي بتبوظ مش هنقدر ان احنا نجيب مكانها تاني. زي ما انتوا عارفين، ربنا يا رب كده يرزقنا ويرزقكم ويبارك لي ويبارك لكم يا رب، ويخلي لكم حبايبكم. وتفرحوا كده يا رب وتتهنوا بحياتكم، وربنا يا رب يروق لكم بالكم اهم حاجه، ويسعدكم اهم حاجه روقان البال. والله يا ولاد شايفين البوتاجاز بقى ايه قشطه كده، فله شمعه منوره. الله عليك يا زوزه، والله استاذه كده في النظافه وفي الروقان. وبحبه بصوا اهم حاجه يبقى بالي رايق ومزاجي رايق، واقف في المطبخ كده بقى بصوا اعمل لكم اي حاجه انتوا نفسكم فيها، ما ازهقش ابدا ولا اطلع من المطبخ. إيه، البوتاجاز بتاعي طول ما انا محافظه عليه عايزه والله اغير القماشه اللي انا حطاها على الباب دي. القماشه اللي انا حطاها عشان ما يقعش على الازاز بتاعه بتاع الباب بقى زيت او حاجه، لان العيال انتوا عارفين بيسخنوا بقى. انا بعمل لهم الاكل قبل ما امشي وهم بيسخنوا بقى ويعملوا، فبيوقعوا بقى عليه زيت اي حاجه. فانا حطاها يعني ان هي تحافظ على الباب يعني وكده، وكل فتره بمسكها اغيرها ارميها واحط واحده مكانها. فهي فعلا بقى خلاص اتوسخت خالص، عايزه بقى اشيلها واحط واحده تانية. كده بقى خلصت الروتين بتاعي النهارده وروقت المطبخ بقى، والسلام عليكم.